بحياتك لا تخطب بنت شيخ او تتجوز بنت امام الجامع. يفضح عرض الشغل يا زلمه. ايام مراهقتي كنت الشاب الصايع الضايع. ابوي قرر اخر شيء يخطب لي بنت الشيخ امام الجامع اللي بحارتنا. قال لي مشان تركز وتعقل وتهتدي. رحت انا وابوي عند امام الجامع لنخطب بنته. ما رضي الا بشروط وما وافق علينا، وما رضي يورجينا بنته ابدا. حكت معنا من ورا الباب. قال اذا بدك اياني بدك توافق على الشرطين. قلت له تفضل يا بنت الحلال. قال اول شرط بدك تكون مثل بابا الشيخ. قلت له اوكيشن نو بروبلم نهائيا. والشرط الثاني قال بدك ترافق ابوي بكل الصلوات وتصلي صلاه الجماعه في الجامع وتخدمه للبابا، وخلال 3 شهور بنرد لك خبر حتى تكمل مكارم الاخلاق. قلنا له اوكي ما في مشكله. المهم تاملت في الشيخ يا جماعه باعضائه التناسليه كلها، بكرشه بجريه بكل شيء تاملت فيه على السوا، لان هي قالت لي بتكون مثل بابا بالضبط. المهم رجعت على البيت يا جماعه بدي انفذ اول شرط. قالت لي بدها تكون مثل بابا الشيخ. قمت سلخت البراد وسط اللبن غنم وسلخت مطربين مقدوس. قام ابوي شاف هالشوفه جن جنونه، سحب البوريه ومعطني على راسي. قال ايش عم تسوي؟ قلت له بدي اكون مثل بابا الشيخ، والشيخ مدهن ومكرش ومفخد وانا معصمز يا يوب. قام طلع فيني هيك قال لي انت فهمان الموضوع غلط. قالت لك هيك يعني تكون باخلاقه الحميده، تكون بدينه، تكون بمكارم الاخلاق، مو بكرشه، مو بفخاده. اقتنعت يا جماعه، والله اقتنعت. المهم جيت انفذ الشرط الثاني يا جماعه. اتعطرت ولبست ورحت لعند الشيخ واعطاني اسرار الجامع. قال لي كل ما اعطي درس وموعظه بتقوم بين العالم تصرخ ينصر دينك يا شيخ. وسويت مثل ما بده. كل ما يعطي موعظه وتحمل قصه اقوم ينصر دينك يا شيخ، الله حيك يا شيخ، الله اكبر يا جماعه، واصرخ باعلى صوتي واخدم واجيب له مي وزهورات مشان صوته. وكل ما يكون ما عنده موضوع ابدا يحكي فيه يناقش فيه العالم يطرح موضوع ومثال فيني. اترون عبد المجيد الشاب التائب الذي اهتدى ما بعد الضلال؟ لو كنتم تعرفون عبد المجيد قبل الهداية لكنتم بزقتم عليه كثيرا. والعالم تطلع فيني وتبزق 7 بزقات. ايش انا شيطان؟ صرت الف راسي يا جماعة. ويقول لهم هذا من اهل الضلال، من صياع الامة. صرت مثل القنفذ الف حالي لفلفه بحالي يا جماعة. بتطلع بحالي وين بدي اروح تقولي عجينة منفوشة، واطلع بقلبي اقول قربت بدي اطلع عن منبر انت ورفسي إيه احطه في قبرص. اي والله العظيم خجلتني يا ابن الحلال، وكسر نفسيتي بشغلي خلاني انظف تواليتات تبع الجامع، والمصلين يتركوا بيوتهم ويجي يخرطوها في الجامع. ايش في خيو؟ ينظفوا نظف وراك العمى. اخر شيء قلت الشغله طويله، مسكت موس كباس واكشف ورا المصلين اللي موسخ وراه تعال عند الوضوء يصير شمط البوكس مال والي يا جماعه. اخر شيء اشتكوا علي للشيخ، قالوا له عم يضربنا تحت بالوضوء، يخبط فيني. صار 3 خطب ورا بعضها. اجى رمضان واجت صلاة التراويح وانا مالي خبر صلاة التراويح 20 ركعة يا جماعة. صليت ال8 ركبي صارت تصرخ ارحمني يا عبود. البواسير هضت علي. بدي اهرب قدامي صفين وراي 5 صفوف. صرت اتنحنح شوي شوي. قام كان يحس علي في الركعة الثامنة سلم وطلع علي عم دور علي. قلت له هون يا ابن الحلال. ركعتين ثانيات بتسعفوني على المستشفى. يعني كل واحد على قدرته يا ابن الحلال. واخر 3 ايام من رمضان يا جماعه الاعتكاف صرنا ننام بالجامع، يجيبوا لنا بس 3 تمرات. ضربت جوع وصيت دغري على ديليجري فروجه مشويه من دون توم وقعدت على الزاويه اكلها. هو ملتهي. بعد شوي شافني نط على المنبر مثل الصاروخ. اترون ذلك المتعجرف لم يستطيع الصبر انظروا اليه. انا يا جماعه من خجلتي صرت اكل الفروجه بعظامه. انهش تقولي كلب دبرمن ايش هاد؟ اتركنا يا ابن الحلال. وكل ما يموت حدا يا جماعه اعلق انا ياخذني الشيخ معي رفش يقول لي احفر القبر. إيه طيب اهل الميت يحفروا يا ابن الحلال ياجروا؟ قال لي لا انت لكي تكسب الاجر والثواب انك طماع تريد الدنيا والاخره، انك قوي البنيه. يا شيخ ارحمنا يرحم ابوك. يا ظهري صار شقفتين حفر شي 50 قبر بهال3 شهور. قربان الله يا شيخ. ايش بنتك قلبت نسرين طافش متحجبه؟ ايش حور العين يا ابن الحلال؟ وبعد 3 شهور احنا لعنده قلنا له ايش صار معك شيخ؟ قال والله خطبناه لدكتور. اهم شيء الاخلاق. اخلاق اهم شيء يا جماعه. طلعت ورفضني من قهري. صرت كل يوم الطي له عن صلاه الصبح على المفرق اضل